مرتضى منصور يودع الزمالك بالحبس، والزمالك يودع دوري ابطال افريقيا بالخساره من الترجي 2-0 25 فبراير، يوم فارق في تاريخ نادي الزمالك. قبل ما اكلمك عن مرتضى منصور وعن قرار المحكمه النهارده برفض الطعن وحبس مرتضى منصور وايه اللي هيحصل في نادي الزمالك الفتره اللي جايه، خليني بس اقول لك على حاجه. الزمالك لما اتعملت قرعه دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا وعرفت ان الزمالك في المجموعه الرابعه مع الترجي، قلت بس انا مستني الترجي. انا كنت عايز الترجي اصلا. ليه عايز الترجي؟ اصلا انا عايز ارد اعتباري بعد التمثيليه والمسرحيه اللي حصلت السنه اللي قبل اللي فاتت مع المولوديه. فاكرين انتوا الزمالك لما ودع دور المجموعات السنه اللي قبل اللي فاتت؟ لا، السنه اللي فاتت كانت مع الوداد، ركز معايا، السنه اللي قبل اللي فاتت كانت مع الترجي. فاكر انت لما اتعملت التمثيليه في اخر مباراه بين الترجي والمولوديه والجون اللي كلنا شفناه الكوميدي ده؟ قلت بس بقى الزمالك والترجي النهارده، الزمالك عموما هيدي الترجي درس عمره ما هينساه. هيعرف الترجي قيمه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك كيان كبير، فما ينفعش التمثيليه ولا المسرحيه اللي حصلت. فيقوم الزمالك يخسر من الترجي 2-0 والترجي يبقى 9 نقط والزمالك نقطه، والزمالك يصبح رسميا حصاله المجموعه الرابعه في افريقيا ويودع حظوظه بنسبه 99.9%. ليه يا عم؟ ده احنا لسه في الجوله الثالثه ولسه 3 جولات بتسع نقط ووارد كل شيء يتغير. هقول لك صلي على النبي بس يا جدع، احنا في 3 جولات مش هقول لك ما كسبناش، ما سجلناش ولا هدف. النهارده كانت اخر امال نادي الزمالك في النهارده انك تقول للترجي وتقول لجمهورك كجمهور نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك احنا كلاعيبه على قد المسؤوليه، احنا لعيبه كبيره وبغض النظر عن اي فنيات النهارده احنا لينا طار عند الترجي وهنكسب. فتنزل النهارده بتشكيل غلط، تنزل بعمر جابر، تنزل بعمرو السيسي، تنزل بزيزو على الشمال وشيكابالا من البدايه، تنزل ب4-3-3، كل شيء غلط النهارده. فتبقى المحصله ايه؟ ان الزمالك بيودع دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات للسنه الثالثه على التوالي. شايفين الارقام القياسيه اللي الزمالك بيضربها؟ بس في الفشل في ارقام قياسيه في النجاح وفي ارقام قياسيه في الفشل. للاسف احنا بنودع دوري ابطال افريقيا للسنه الثالثه على التوالي. هتقول لي انت مغمقه قوي ولسه في فرصه. هقول لك فرصه ايه بجد والله. النهارده الترجي 9 نقط، خلاص الترجي بنسبه 99% هو اول المجموعه، مش هقول لك هو صاعد، هو اول المجموعه. دلوقتي مين اللي في الصراع؟ شباب بلوزداد المريخ 4، شباب بلوزداد 3. شباب بلوزداد يكسب الماتش اللي جاي بقى 6، يتعادلوا ده 5 وده 4. انا نقطة وعند الترجي على الارض اللي هيجي يكسبني. تخيل الزمالك بيخسر من الترجي النهارده 2-0 للمباراة الرابعة على التوالي. الزمالك مش عارف يكسب الترجي 4 مباريات على التوالي. الترجي بيكسب الزمالك في مصر، في رادس، في اي مكان بيكسبك. عارف انت لعيبه النادي الاهلي لما بتروح تلعب الترجي في رادس بتكسب زي السلام عليكم. الموضوع مش صعب والله، بس الموضوع محتاج رجوله. ومحتاج لعيبه عارفه قيمه التيشيرت اللي بتلعب له، عارفه قيمه التيشيرت سواء بقى اهلي او زمالك. لكن النهارده لعيبه الزمالك بغض النظر عن اي فنيات، بغض النظر عن اي تكتيك جوه الملعب، لعيبه الزمالك النهارده انا كنت مستني منهم رده فعل تعرف الترجي ان لعيبه الزمالك ما يتعاملش عليها ولا كيان نادي الزمالك يتعامل عليه مسرحيه. لكن النهارده الترجي 9 والزمالك بونت. الزمالك حصلت المجموعه الرابعه. انت متخيل في الوقت اللي خلاص نادي الزمالك بيتحرر من مرتضى منصور؟ الزمالك النهارده هيتربط دلوقتي وهيربطوا دلوقتي خساره الزمالك برحيل مرتضى منصور. هكلمك في اخر الفيديو عن حيثيات قرار الحكم على المستشار مرتضى منصور وايه اللي هيحصل في نادي الزمالك الفتره اللي جايه وايه اللي هيحصل في الجمعيه العموميه. لكن خلينا اكلمك الاول عن شويه فنيات في مباراه الزمالك والترجي، ومش هكلمك في فنيات كتير. انا هسال سؤالين اتنين والله. ليه العند؟ ده السؤال الاولاني. ليه العند يا فريرا يا سياده البروفيسير يا عم الجامد؟ ليه العند؟ ليه الاصرار على 4-3-3 مش 3-4-3؟ ليه الاصرار على عمر جابر مش سيد عبد الله نيمار؟ يعني انت شايف ايه في عمر جابر احنا مش شايفينه؟ ليه الاصرار على عمرو السيسي مش سيف فاروق جعفر؟ يعني ليه الاصرار برضه على عمرو السيسي؟ ليه البدايه بشيكابالا؟ يعني انك تبدا بشيكابالا فاللعيبه كلها الباور بتاعها واحد، اللعيبه كلها لسه في التوب فورم بتاعتها، فالطبيعي والمنطقي انك تنزل بيه عشان هو عنده 37 سنه، تنزل بيه اخر تلت ساعه، اخر نص ساعه، فيبقى الباور بتاع اللعيبه نزل، فيبقى الباور بتاع شيكابالا اعلى من اعلى لاعب في الملعب، فيصنع لك الفرق. عيب قوي لما انا كواحد من الجمهور اتكلم مع فيريرا في الفنيات دي. ليه زيزو النهارده على الشمال طول الماتش مش على اليمين؟ ليه افقد 50-60% من قوه زيزو بانه يلعب على الشمال مش على اليمين؟ ليه النهارده ارمي اخر امل عندي او ليا في المجموعه وفي البطوله واخر بطوله بنافس عليها الموسم ده باني عند؟ ليه العند؟ هرجع تاني لنفس السؤال، ليه العند؟ السؤال الثاني بقى،
هو عمر جابر وعمرو السيسي ماسكين علينا زله؟ يعني بجد والله ماسكين علينا زله؟ يعني عمر جابر في الزمالك ماسك علينا زله؟ بجد والله عمرو السيسي ماسك علينا زله؟ ولا عشان اسمه فيه سيسي يعني؟ ولا انا عايز افهم، انا عايز افهم بجد والله ليه ماتش زي ده ابدا بدول وانا عندي بره سيد عبد الله نيمار، عندي سيف فاروق جعفر، عندي بالحاج اللي لما بدات بيه في الشوط الثاني شفت شكل الزمالك بقى عامل ازاي في الشكل الثاني. ما كناش اخطر حاجه بس على الاقل افضل من وجود عمرو السيسي في وسط ملعب الزمالك. صح ولا انا بتكلم غلط؟ النهارده الزمالك بيفقد اخر فرصه ليه في الموسم، مش في البطوله، في الموسم، لان الزمالك رسميا المنافسه على بطوله الدوري اصبحت شبه مستحيله. زي بالظبط كده فرصه انك تنافس على مركز مؤهل من دور المجموعات اصبح برضه شبه مستحيل. ليه بقى؟ لان وضع الزمالك دلوقتي لا حول ولا قوه الا بالله. الزمالك في المركز الاخير. الزمالك اللي كان في يوم من الايام بطل افريقيا ب5 بطولات ومتسيد افريقيا، النهارده الزمالك في المجموعه الرابعه في المركز الرابع. انت مدرك الزمالك فين؟ الزمالك للسنه الثالثه على التوالي مش عارف يخرج من دور المجموعات. احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان الزمالك للاسف المنحنى بينزل جدا. اللعيبه لما كسبت الدوري سنتين ورا بعض حسستك ان هي عملت اللي ما يتعملش، فخلاص كده بقى ما تطلبش مني حاجه تاني. ليه ما تبقوش زي لعيبه النادي الاهلي؟ ليه ما تكسبوش بطوله واثنين وثلاثه ويبقى في استمراريه على المنافسه على البطولات؟ ليه؟ ينقصنا ايه في نادي الزمالك؟ خلاص مرتضى منصور اهو رحل عن النادي وان شاء الله ما يرجعش تاني. خلينا شويه كده نستقر، لان وجود مرتضى منصور، معلش انا طلعت فجاه من مباراه الترجي على موضوع مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور برضه راجل اكبر مني وليه كل الاحترام، رغم ان هو ما بيحترمناش بس برضه ليه منا كل الاحترام. وجود المستشار مرتضى منصور كان بيضر الزمالك اكتر ما كان بيفيده، اقسم بالله. صح ولا انا بتكلم غلط؟ وجود المستشار مرتضى منصور كان بيدخل الزمالك في قضايا الزمالك مش طرف فيها، بس كان الزمالك بيدخلها لان اللي كان بيتكلم كان رئيس الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، فكان اسم الزمالك بيطلق، كان اللي بيتضرر نادي الزمالك وليس الافراد. خلاص راح على مرتضى منصور وان شاء الله بلا رجعه، وان شاء الله ما نكونش داخلين على عشريه سوداء للاسف. طيب قانونيا بعد رحيل المستشار مرتضى منصور ايه اللي حصل؟ يا سيدي النهارده محكمه النقد رفضت النقد المقدم من المستشار مرتضى منصور في الحكم بحبسه شهر بسبب سب وقذف الكابتن محمود الخطيب. طيب بما ان النقد اترفض فبالتالي وجب نفاذ الحكم، خلاص حكم الحبس وجب النفاذ، وبالفعل النهارده تم القاء القبض على المستشار مرتضى منصور، لان النهارده الحكم لازم يبقى حضوريا، ما كانش ينفع الحكم يبقى في غياب المستشار مرتضى منصور، وبالتالي المستشار مرتضى منصور هيتحبس شهر. حبسه شهر ده بقى قانونيا طبقا للائحه الاسترشاديه للانديه تسقط عضويته وبالتالي يسقط كرئيس نادي الزمالك. ده قانونيا لانه اصبح عليه حكم جنائي. اصبح المستشار مرتضى منصور عليه حكم جنائي، وبالمناسبه هو هيتحبس شهر، بس خد بالك انت بقى انه ممكن يتحبس سنه وشهر، لانه كان عليه حكم بسنه مع ايقاف التنفيذ بس وجب التنفيذ. لو اتحبس شهر فبالتالي اصبح الحكم واجب النفاذ. انا مش راجل محامي ولكن ده كلام المحامين، وده كلام اللي بيتقال دلوقتي بعد القاء القبض عليه وبعد وضعه رهن الاحتجاز، ان مرتضى منصور هيتحبس 13 شهر وليس شهر واحد. لكن ما علينا، شهر زي 13 او شهر زي سنه وشهر، هو كده سقطت عضويته بحبسه جنائيا. فبالتالي ايه اللي هيحصل بقى؟ قدامنا حاجه من اتنين. اول حاجه هو اجراء انتخابات على مقعد رئيس مجلس الاداره او رئيس الجمعيه العموميه، وما تنسوش كمان على مقعد نائب الرئيس، لان الاستاذ مصطفى هدهد بعد استقالته لم يتم تعيين ولم يتم اجراء انتخابات على هذا المقعد، فبالتالي هيتم اجراء انتخابات على مقعد رئيس الجمعيه العموميه نادي الزمالك وعلى نائب رئيس الجمعيه العموميه. طيب في كلام بيتردد دلوقتي ان اعضاء مجلس الاداره تضامنا مع المستشار مرتضى منصور هيستقيلوا. طب في حاله استقالتهم ايه اللي هيحصل؟ في حاله استقالتهم هيتم تعيين لجنه مؤقته، لجنه تدير نادي الزمالك فتره مؤقته لحين انتخابات جمعيه عموميه لمجلس اداره بالكامل. طب لو ما استقالوش مين هيبقى رئيس نادي الزمالك؟ هل هيتم تعيين؟ لا، اكبر عضو في مجلس الاداره اللي هو اللواء علاء مقلد هو اللي هيكون رئيس مجلس اداره نادي الزمالك بصفه او بصوره مؤقته لحين انتخابات زي ما قلت كده رئيس للجمعيه العموميه ونائب رئيس الجمعيه العموميه. ده باختصار كده اللي حصل النهارده للمستشار مرتضى منصور وللكابتن محمود الخطيب، اللي انا كزملكاوي بشكره والله، جميلك عمري ما هنساه.
والله العظيم جميلك عمري ما هنساه. ليه بقى؟ لان زي ما قلت قبل كده، يعني اللي بعد الكل بيخسر. المستشار مرتضى منصور غلط في الزمالك، وغلط في رموز الزمالك، وغلط في لعيبه الزمالك، وغلط في جمهور الزمالك، وغلط في رموز الكره المصريه، وما بيسيبش حد لما بيغلط فيه. وزي ما قلت في البدايه، اللي بعد الكل بيخسر. انت عاديت لجنه الحكام، وعاديت اتحاد الكوره، وعاديت رابطه الانديه، وعاديت كل الاشخاص اللي حواليك. مين اللي تضرر؟ الزمالك. ومن ثم جه دورك بقى ان انت تتضرر ويتم الحكم عليك بحكم جنائي. هيكون في صحيفه الحاله الجنائيه الخاصه بيك ان انت عليك حكم جنائي سب وقذف. سب، ومش اي حكم جنائي، سب وقذف. في النهايه انا قلت ان جمهور الزمالك ما بيقبلش الغلط. وفي النهايه برضه خليني افكرك بفيديو سابق ليا، قلت ان جمهور الزمالك عمره ما يرتضي افعال مرتضى منصور، في ان هو لما غلط في والده الكابتن ابراهيم فايق عليها رحمه الله، وغلط في الكابتن المرتجي، الفريق المرتجي، وغلط في الكابتن محمود الخطيب. كل دول الزمالك وجمهور الزمالك يرفض الاساءه لاي رمز. مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي ليهم مني انا كمحمد صلاح مشجع الزمالك كل الاحترام والتقدير. في النهايه التنافس موجود، ومش هينتهي برحيل مرتضى منصور ولا بالكابتن محمود الخطيب. التنافس موجود لنهايه الكون، والتنافس مبدا التنافس الشريف مقبول جدا. في النهايه رحل مرتضى منصور، له ما له وعليه ما عليه، له ما له وعليه ما عليه. انا عمري ما خفت. وارجع لفيديوهاتي القديمه، انا كنت بقول ايه؟ كنت بقول اللي ليا واللي عليا، كنت بقول الصالح لنادي الزمالك. النهارده الزمالك بيخسر ومرتضى منصور بيرحل. تفتكروا ممكن تكون بدايه مرحله جديده لنادي الزمالك؟ اتمنى ذلك. في النهايه لو وصلت هنا في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحاجه اخيره بقى، انا ما كنتش بصور الفتره اللي فاتت لظروف مرضيه لوالدتي، ربنا يا رب يشفيها ويشفي سائر مرضى المسلمين. قولوا امين. وبس كده. لو ما عملتش اشتراك بقى اعمل، والحاجات اللي انت عارفها دي، اللايك وسبسكرايب والحاجات دي. سلام عليكم.